لو عايز الناس تحب قعدتك خاصة في اللمة الحلوة بتاعت رمضان، شوف الفيديو ده. في 6 طرق قالها لنا ديل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. 1. لا تحاول إبهار الناس. عارف انت لما تبقى قاعد في عزومة وفي واحد عمال يعلي على نفسه ويستعرض في إنجازاته ونجاحاته، يقول لك أنا دمي خفيف جدا، ده أنا أصحابي بيموتوا في قعدتي، ده أنا ذكي جدا، ده أنا كنت فاتح 3 شركات وعربية كبدة وأنا عندي 16 سنة. عارف الراجل ده بقى محدش بيحبه. علشان تحبب الناس فيك خليك انت اللي تنبهر بالناس بإنجازاتهم بقدراتهم. قول برافو، قول لهم كلمة حلوة، انبهر انت ما تبهرش. 2. الابتسامة الحقيقية. هتلاقي دايما كده في العزومة واحدة كل ما تدخل تحس كده بطاقة إيجابية في المكان، روح حلوة كده دخلت علينا، مبهجة مبتسمة بتضحك طول الوقت وتقول نكت ومن قلبها كده، يعني مش ابتسامة فيك. اهو الست دي بقى هتلاقيها محبوبة من الكل، حتى لو أول مرة تقابلها برضه هتحبها، أصل الابتسامة بتدخل على القلب عدل فابتسموا. رقم 3. نادي الناس بأساميها. بلاش بقى وانت في القعدة الحلوة دي تروح منادي على الناس بقولك يا باشا يا بوب، اوعي كده يا عروسة، شوية كده مدام، وبلاش مدام دي والله، لأن الناس بتحب تتنادى بأساميها. ويا سلام بقى لو هم بيحبوا ان انت تناديهم باسم دلع معين يحبوك اكتر. بس يعني ما تبقاش ما تعرفهاش وتدخل عليها تقول لها ازيك يا سوسو، ابو سوسو هيتوصى ساعتها. 4. خليك مستمع جيد. مفيش احلى من ان الناس تلاقي حد بيسمعها. في ناس رغايه، معلش بقى عزومه وفرحه وكده، اشرب بس قهوتك بعد الفطار واسمع كويس الناس. وعلى فكره انت لما تسمعهم كويس هتعرف تديهم التقدير والانبهار اللي لسه كنا بنتكلم عليه النقطه اللي فاتت. رقم 5. اتكلم عن اهتمامات اللي قدامك. عارفه انت البنت اللي لسه مخطوبه جديد وقاعده معاكي كده في العزومه تكلمك قد ايه خطيبها خطير وبيعمل لها حاجات فظيعه ومفيش زيه، وانت يا حبيبتي عماله تهزي راسك كده ونفسك تشوفيها بعد 3 سنين جواز هتكون عامله ازاي. هو ده بالظبط. ما تمسكيش حد وتقعدي تتكلمي على حياتك واهتماماتك وتسيبيه ولا كأنه في القعده، هو اصلا مش مهتم بكل ده. على فكره لازم تتكلمي على اهتمامات اللي قدامك، شغله، حياته، نجاحاته، حاجات مشتركة ما بينكوا عشان يحب قعدتك وما يكرههاش. 6 حاجة بقى والأخيرة، حسس كل واحد بقيمته وأهميته. في بقى واحد لذيذ قوي في العزومة يدخل يقول لك حبيبي وحشني، انت فين؟ ده انا والله جاي العزومة دي مخصوص عشانك. وبعد شوية تلاقيه رايح بيسلم على ابن خالتك، حبيبي وحشني، ده انا جاي العزومة دي مخصوص عشانك. الإنسان اللي مش بيميز حد عن حد ده محدش بيميزه، ما هو كله عنده واحد، فادي كل واحد قيمته زي ما انت حاسس بجد. اكتبولي عن الشخصيات اللي بتقابلوها في عزومات رمضان. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.